الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تقترب من دخول شهرها الثاني. لم تنفع كثرة اتفاقات وقف إطلاق النار في الحد من اتساع نطاق الاشتباكات في العاصمة الخرطوم وضواحيها. المدنيون السودانيون هم المتضرر الأكبر من ويلات هذه الحرب، فالإحصاءات تشير إلى نزوح نحو 1,000,000 سوداني منذ بدء الحرب، بل وخروج نحو 400,000 إلى دول الجوار. ومن بقي في الخرطوم فهو معرض إما للقصف أو النهب، وذلك بسبب حالة الانفلات الأمني الكبيرة. على مدار الشهر الفائت ارتفعت وتيرة عمليات نهب الممتلكات، وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع توثق عمليات النهب هذه، والتي يقوم بها جنود بزي شبه عسكري يقتحمون البيوت، ينهبون المنازل، إضافة إلى المحلات والسيارات للمواطنين السودانيين. ساقوا عربيتها. للأسف هذا هو الحال، لكن بالمقابل دعونا نتحدث عن مفتاحك. هي مبادرة أطلقها شباب لمساعدة المواطنين في استعادة سياراتهم المفقودة أو المنهوبة قبل الحرب. كانت مفتاحك تنشط في تأجير السيارات، وقد رصدت حتى الآن اختفاء 1118 سيارة. المبادرة تتلقى مئات البلاغات عن سيارات مفقودة وأخرى عن سيارات موجودة في شوارع الخرطوم دون صاحب، ونجحت في إعادة بعض السيارات إلى أصحابها. كيف تفاعل السودانيون مع مبادرة حفظ الأمن؟ دعونا نبدأ هنا بأول تغريدة، وهي تغريدة لأحمد. أحمد علق على الموضوع وقال: مبادرة عظيمة وتؤكد قناعتنا بأن الشعوب ليس لها إلا بعضها. المتصارعون على السلطة أصدقاء الأمس لا يعنيهم السودانيين. أما أبو مظفر يقول: أرجو منكم تعملوا كشوفات بالعربات المسروقة وتسلموها لوزارة الخارجية السودانية، لا تخاطب دولتي تشاد وجنوب السودان بعدم السماح بالمتاجرة في هذه العربات. سوف يتحمل أصحاب العربات كلفة الترحيل. أما علي أبو طلال يقول هنا: المواطن السوداني يعاني بين الموت برصاص الحرب، ولا نرى أي سياسي يتحدث سوى عن أنه قد حذر وناقش متفاوض وإلى آخره، كلها لتلميع نفسه. الشعب واعي والتاريخ يسجل. أخيرا وتكافي يعلق على الموضوع ويقول: هذه الحرب المنتصر فيها خسران، الذين يموتون من الطرفين سودانيون، الذين يموتون ويصابون من المدنيين هم سودانيون، البنيات التحتية التي تدمر هي سودانية، العاصمة التي تحترق هي العاصمة السودانية. عن فكرة مفتاحك ولتفاصيل أكثر قمنا بالتواصل مع أحمد المعتز، وهو مؤسس التطبيق والذي تحول لمبادرة. سألناه عن التطبيق وفكرة تحويله لمبادرة، نستمع إليه. مفتاحك هو في الواقع تطبيق لتسهيل عمليات بيع وإيجار السيارات داخل السودان. ابتدأ منذ منتصف مارس، ولكن لم نستطع الاستمرار بسبب اندلاع الحرب كسائر المشاريع التي تضررت باندلاع هذه الحرب في منتصف أبريل. وبما أننا مشروع مختص بمجال السيارات، ارتأينا أن أفضل وسيلة لمساعدة المتضررين من هذه الظاهرة هي عمل مبادرة السيارات المفقودة، حيث نقوم بنشر السيارات المفقودة على صفحاتنا الخاصة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على أوسع نطاق. ومتى ما ظهرت سيارة مشابهة لإحدى السيارات المعلنة لدينا في الصفحة، نقوم بالتواصل مع المالك مباشرة. تستقبل حوالي 100 شكوى لفقدان سيارة في اليوم الواحد، وقد استمر هذا المعدل على مدى أسبوعين، وقد تحتوي الشكوى الواحدة على عدد من السيارات. نجحنا في إرجاع بعض السيارات إلى أصحابها، حيث يقوم السارقون بترك السيارات على الطريق سواء لفراغ تنك البنزين أو لتعطل السيارة أو لأي كان. نتلقى بلاغات بوجود هذه السيارات على الطريق، ونطابق بياناتها مع بيانات إحدى السيارات الموجودة لدينا في الصفحة، ونتواصل مع المالك.